من أراد أن يفلح قبل أن يقرأ ما دونه العلماء، قبل أن يشتغل بزيد أو عمرو، يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصدق معه. من يرزق الصدق مع الله فيما يقوله فيما يفعل، دعك من الناس ورؤيتهم لك، أحبوك أو ذموك، والناس إذا أحبوا أحدا نسبوا إليه كل خير، وإذا ذموا أحدا نسبوا إليه كل شر، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد. لكن لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس هم الذين يتولون الحساب عنك يوم القيامة وأنت أعلم بسريرة نفسك، ذموك أو ذموك أم مدحوك. والمراد قضية الصدق مع الله. كنت عصر هذا اليوم أزور الشيخ خالد الرومي عائد من خارج البلاد لرحلة علاجية، فوجد مسجدا صلى فيه، فأخبر بقصة شراء المسجد. كان هذا المسجد في الولايات المتحدة الأمريكية مبنى استأجره المسلمون من يهودي، ثم إن اليهودي هذا كلما رأى كثرة الصفوف وحاجتهم للمسجد طلب الزيادة في الأجار، فقام إمام المسجد يخبر الناس بالقضية أن الكراء الأجار زاد علينا. فقام فتى مصري حاضر الصلاة، صلاة الجمعة، وأتى بمال، وهو يعمل يبيع، ما أحب اللهجات يعني العامية، لكن في كشك أسفل المسجد يبيع أطعمة، طعام مصري معروف. فقال هذا ما جمعته طوال العام، خذه أيها الإمام وافتح به باب تبرع لشراء المبنى. فقالوا الناس الآن نحن مغرمون في الآجار، كيف الشراء؟ قال هذا الذي وقع في قلبي. فلما قال هذا المبلغ الذي أتى به يسير جدا، تتابع الناس يوم يومين ثلاثة أربعة حتى اجتمع لدى الإمام مبلغا وافيا كافيا رضي به صاحب المبنى، فاشتري المبنى وأصبح ماذا؟ وأصبح مسجدا. الآن أي أحد كان حاضرا يقع في قلبه أن ربما هذا الفتى قام رياء، يقع في القلب أن تظن به الرياء، لكن هذا الفتى هو أعلم بنفسه وأعظم علما منه بنفسه من؟ ربه. في نفس العام كتب الله له أن يحج، وأتى الحج في عشية عرفة وهو قائم يدعو، قبضت روحه. الله يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا أمر يدل على أن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه كان صادقا حقا مع ربه. فلا يمكن أن توصي أخا لك بشيء تريد أن يوفق، أن يكون قريبا من الله، أن يكون متقبلا عمله، بوصية أعظم من أن يصدق مع الله. من صدق مع الله صدقه الله.